سأتحدث عن مرض الرئة الخلالي والذي يعرف اختصارا بيريلدي. بصفتي طبيب أمراض الرئة، أرى العديد من المرضى الذين يعانون من بيريلدي والذين يأتون إلينا في مراحل متأخرة جدا من الحياة، حيث تكون الأعراض الشائعة هي السعال الجف الذي يستمر لدى هؤلاء المرضى أو صعوبة بسيطة في التنفس. هناك احتمال لوجود أمراض مثل الربو أو بعض الأمراض الأخرى التي تم علاجها في مكان آخر، لكنهم ينتهون بمشكلة كبيرة تسمى مرض الرئة الخلالي، والذي قد يصبح في بعض الأحيان غير قابل للشفاء إذا تم تقديمهم في المرحلة الأخيرة من الوقت. لذا فإن المرضى الشائعين الذين قد يطورون بيريلدي في المستقبل هم أولئك الذين يعانون من آلام مفاصل مشابهة لاضطراب النسيج الضمة، والذين يتلقون علاجا روماتيزميا. هؤلاء المرضى لديهم خطر مرتفع لتطوير مرض الرئة الخلالي. والنوع الثاني هم أولئك الذين يدخنون مزمنا. المدخنون الشرهون يطورون أمراض الرئة الخلالية، وفي الوقت الحاضر نحصل على العديد من المرضى الذين لا يعانون من مشاكل التدخين أو الروماتيزم، يقعون تحت التهاب الرئة التحسسي، وهو مشكلة حساسية بسيطة. هذا النوع من التهاب الرئة التحسسي يحدث في المرضى الذين يتعرضون للحمام، الببغاوات، الكوكاتو والطيور الغريبة. لذلك هؤلاء المرضى يتعرضون لمستوى عال من التعرض للمستضدات من هذه الطيور، أو قد يواجهون مشاكل متكررة مثل السعال المستمر. هذا التعرض المتكرر للمستضدات يسبب تلفا في الرئة. مع كل هذه الحالة يمكن تحديدها باستخدام فحص بسيط بالأشعة المقطعية عالية الدقة. لدينا اختبار لوظائف الرئة الذي يعطي فكرة عن كيفية تقليل سعة الرئة لدى هؤلاء المرضى. لذلك بمجرد الحصول على تصوير مناسب باستخدام الأشعة المقطعية وتحديد سعة الرئة، يمكننا تحديد مستوى مرض الرئة الخلالي. وبالتأكيد يجب أن نبدأ العلاج، لأن تأخير العلاج سيؤدي إلى تدهور التوقعات.